السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. جالكم فيديو جديد النهارده، يا رب الفيديو ينال اعجابكم. بالله عليكم حبايب قلبي اللي مشتركش في القناه يشترك ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكم كل جديد من قناتي قناه ام ليلى. قبل ما ندخل في محتوى الفيديو بتاعنا نسمي بالله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. حبيبنا ونبينا وشفيعنا يوم الدين محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يبارك يا رب لي ولكم أمة محمد ان شاء الله، ويرزقنا ويرزقكم الخير جميعا اللهم امين. انا جبت النهارده فرخه جديده من الطيور الصغيره، حطيتها مع الفراخ العتائي. اخدت فرخه من هنا وجبت واحده مكانها. حصل الضراب اللي انتوا شايفينه ده، الفراخ مسكت في بعضها، فلازم اتصرف دلوقتي حالا. هجيب المقص واقص منقار الفراخ ديت والفراخ اللي في الوش التانية عشان ما اخسرش اي طيور من الطيور بتاعتي، لان الفراخ لما بتعمل ضراب لازم يموتوا واحده، فلازم الحق الموضوع لان كده ما عادش ينسكت عليه. لان الفراخ الهند بتاعتي زي اللي اخدت عين والله العظيم، بقى ميت منهم كذا فرخه بسبب الضرب ده، فربنا يستر. انا هجيب المقص وارجع لكم دلوقتي حالا، فخليكم معايا. شايفين يا حبايبي على ما رحت وجيت قطعوا بعضها، على ما رحت وجيت والله قطعوا بعض في دقيقه، بهدلوا بعض. فانا همسكهم بقى دلوقتي حالا. امسك يا ليلى، هقصقص المنقار بتاعهم. ديت اللي عامله المشكله كلها، ده عشان جت هنا عامله المشكله كلها. وهمسك بقى المنقار بتاعهم كده عشان ما عادوش يضربوا بعض، وهقصقص ضوافرهم لان ما عملوش بالمنقار بيعملوا بالضوافر. اصبروا بقى يا حاج. الدم ده مش مشكله خالص، بس عشان الفراخ ما تموتش. ده دم كتير. مش مشكله، هسيب ضوافرهم مش مشكله، بس هقصقص المنقار بتاعهم. شايفين اللي لسه ما قصقصت المنقار بتضرب فيها اهي. نذكركم بالصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نجيب السودا ده الاول عشان هي اللي بتضرب. ده بقى ملان دم. ده من ضربها كده بهدلت فرخه مجرمه اصلا. انا عشان بس لو حد عنده نفس الحاله دي كده، شايفين من بهدلتها في الثانيه، منقارها بقها كله مليان دم من بهدلتها في الفرخه الثانيه وضربها فيها كده. بقى ما عرفوش يقعدوا يعملوا حاجه ببعض. لسه باين قلة الأدب دي. بس الصغيره والحمراء اللي هناك دي. مش هعمل حاجه في الصغيره لان الصغيره مسالمه خالص، ما هيش عامله فيهم حاجه لانها لسه شمرد. فانا قلت انقلها هنا عشان تتعود عليهم، وشلت فرخه من الموجودين هنا نقلتها في العشه الثانيه. هم كده دلوقتي حالا خلاص هم اتعاقبوا، ما عادوش هيعملوا حاجه ببعض. بالان ايه، انا مش بحب اقص منقار الفراخ او البطه او اي حاجه عشان الدم اللي بينزل منهم، لان الدم اللي بينزل منهم ده بيأثر عليهم برضه. انا ببقى اكوي الطيور، بتكويهم ازاي يا ام ليلى؟ بجيب شمعه واكوي المنقار بتاعهم. هم كده بيجيبوا دم كتير ومتبهدلين كتير، فربنا يسترها بقى. احاول اجيب لهم اي مضاد حيوي احط لهم في الميه، فربنا يسترها مع الجميع ان شاء الله. الفرخه ديت من كتر ضربها فيها دمها حاضر، بتنزف دم كتير، فربنا يسترها لان الدم كتير فعلا يعني. فهنروح عند الفراخ التانيه نعمل معاها نفس الوضع. دول بقى يا حبايب قلبي انا نقلت معاهم الفرخه السودا ديت، بس هم الحمد لله دول ما فيش اي مشكله فيهم، فانا مش هقصقص حاجه فيهم طالما هم واخدين على بعض. مش هعمل فيهم اي حاجه، هسيبهم كده تمام، ما فيش اي مشكله خالص، عشان بس ما يتبهدلوش. الجو حر ونقطه الدم اللي بتنزل من الطيور بتبقى صعبه جدا جدا وبتاذي الطيور، فربنا يسترها كده. انا مش هعمل فيهم اي حاجه. هي الفرخه السوداء دي اللي كانت بتضرب في زميلتها، فما فيش مشكله خالص، الدنيا رايقه معاهم والدنيا تمام، فانا مش هعمل فيهم اي حاجه عشان بس ما اذيش الطيور بتاعتي. انا بقى الوقت اللي هعمله ايه، هجيب شويه توم هوزعه على الفراخ كلها عشان الفراخ اللي في العشه التانيه اللي انا قصقصت المنقار بتاعهم، يبقى انا كده اديت لهم مضاد حيوي طبيعي اللي هو التوم. واحاول احط لهم اي حاجه في الميه عشان بس ايه، الفرخه الاولانيه دي اتاذت قوي منقارها يعني ايه، المقص زاد عليها شويه زياده عن اللزوم، فعشان بس ما تتبهدلش منه ويحصل فيها اي مشكله الحق ان انا اعمل لها اي حاجه بس ايه، رفع مناعه ومضاد حيوي طبيعي عشان ما يحصلش معاها اي حاجه. وهجيب بتادين احط لهم في الميه هناك برضو يبقى مطهر ليها.
فربنا يسترها معايا ومعاكم. وهجيب بتادين احطه على المنقار بتاعها برده اعقمه عشان ما يحصلش فيها اي ميكروب، لان انا قصقصت ضوافرها لانها هي اللي كانت بتضرب جامد ومبهدله الفراخ. هي اللي كانت بتنضرب، عفوا هي اللي كانت بتنضرب. والفرخه التانيه المفروض انا كنت قصقصت ضوافر الفرخه التانيه، انا كنت ناوي اقصقص ضوافرهم كلهم، بس لما لقيتها ضوافرها جابت دم كتير لانها انضربت ودمها حضر والجو حر، فلغيت فكره قصقصه الضوافر دي خالص. فانا اصلا لما يجي الشتاء همسك ضوافرهم دي اقصقصها كلهم، لان اكتر ضربهم بالضوافر مش بالمنقار. اكتر ضراب الفراخ الهندي بتبقى برجليهم مش بالمنقار. فانا كنت عايزه اقصقص الضوافر، فلما لقيت الفرخه ضوافرها بتجيب دم جامد الرجلين بتاعتها، فقلت لا خلاص لغيت الفكره ان انا اقصقص الضوافر بتاعتهم، فهسيبهم لما الشتاء بيبقى الدم تحس ان هو متجمد، ما بيبقاش يسيل معاك بسهوله كده، لان الجو حر فدمهم حاضر، فالدم نزف الدم كتير. فعشان بس ما يحصلش مشكله وربنا يسترها بس، واليوتيوب ما يعملش مخالفه على الفيديو. بس انا حبيت اعرف بس الناس لو حصل عندهم مشكله ان الفراخ بتضرب في بعضها كده وبيحصل ضراب، انها تقصقص المنقار بتاعها. بس ربنا يسترها بقى وما يحصلش اي مشكله. شايفين يعني انا قصقصتهم ومفيش فايده فيهم، يعني الفرخه اللي جايه عليهم ما عملوش فيها حاجه وهم منزلين ضرب ببعض مبهدلين بعض. مش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه انا دلوقتي مع الفراخ دي. انا قصقصتهم ومفيش فايده فيها، مش واخده لها راجع عنها، مش عارفه اعمل فيها ايه، اربطها بقى ولا اعمل فيها ايه بالظبط، انا مانيش عارفه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هتبهدلها وهتموتها. بس يا شيخه بقى حرام عليكي، حرام عليكي يا شيخه، بهدلتيها. انتوا مع بعض على طول، ايه اللي حصل لكم؟ ايه اللي حصل؟ مانيش عارفه. الفرخه ما عادش قادره تاخد نفسها من ضربها فيها وبهدلتها فيها، وهي مفيش فايده فيها برضه، مش عايزه تاخد لها راجل. كل ما احاول ازود فرخه في وسط الفراخ الهندي يحصل عندي المشكله دي، ومش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. انا مش عارفه اتصرف ازاي ولا اعمل ايه. يعني هي دي فرخه هي على وش شغل، بربره على وش شغل هي، وانا حبيت ان انا احطها عشان تتعود على الديك والديك يتعود عليها ويبقوا مع بعض. وخفت ان انا لما حطيتها مع الديك النص لقيته هيبهدلها ودور الضرب فيها، لاني ما بحبش حاجه غريبه تخش على طيوره. فانا شلت واحده سمراء حطيتها وياهم، فجيت بقى جبت ديت هنا. مجرد ما حطيتها الفرخه دي والتانيه دوروا الضرب ببعض مبهدلين بعض بهدله جامده، والفرخه دي بتنزف جامد. انا مش عارفه اجيب التليفون عليها لانها بتنزف جامد من ضرب الفرخه التانيه فيها وبهدلتها. انا اصلا منقار زيها زي اي فرخه، بس من ضرب التانيه فيها وبهدلتها دمها حاضر وبتنزف جامد. فانا مش عارفه اعمل معاها، انا هنقلها في اي مكان تاني لحد ما النزيف يقف، وهجيب لها بتادين واحط لها بتادين. يعني الفرخه واقفه متبهدله احلى بهدله، متبهدله جامد والله العظيم. انا بحاول اداري الدم عشان بس ما يعمليش مشكله على اليوتيوب، فربنا يسترها يا رب معايا ومعاكم يا رب ان شاء الله. فانا هروح اجيب بتادين حالا واعقم لها الجرح اللي في دماغها، واحاول ان انا اوقف النزيف ده باي حاجه. بس هجيب شويه توم هوزعه على جميع الطيور بتاعتنا كلها دلوقتي. انا هحاول اخرجها بره لحد ما النزيف ده يقف، لان هتبهدلها الفرخه التانيه، هتبهدلها جامد. انا التوم عندي متعلق اهوت، باخد توم من ده على طول عشان احط منه للفراخ بتاعتي اهو يا حبايبي. التوم اهوت معلقاه عشان ما يفرخش ويبوظ. انا باخد الصغير اللي مش عارفه استعمله باخده واحطه للطيور عندي. استغفر الله العظيم يا رب. انا زعلت والله على الفرخه دي جدا، انا زعلت جدا جدا. انا مش عارفه الفرخه دي عينها حمرا ليه برضو، ضربوها في عينها ولا ايه؟ هي اساسا المشكله دي كلها النهارده. بس هوديها فين يعني؟ انا هوديها فين؟ ما هي لازم تتحط في وسط الفراخ، والفرخه دي بتنسف جامد جدا جدا، لا حول ولا قوه الا بالله. هفصص الثوم ليهم ونشوف. خلاص يا حبايبي فصصت لهم كميه كبيره من التومات عشان تبقى مضاد حيوي، عشان اللي انا عملته معاهم النهارده ما ياثرش عليهم، فربنا يسترها. يعني انا حاولت انقذهم ومفيش فايده في الفرخه ديت، فانا هرجع اجيب الفرخه السوداء اللي هناك احطها هنا عشان يبقى كل ديك معاه 5 فرخات، وهسيب ديت في الدوار بره لحد ما ما النزيف يقف من عندها. احاول اتلاشاها في اي مكان. هي اصلا بترك ومش مش ما بتبطش اليومين دول، فحاول اتلاشاها في اي مكان. انا مش عايزه اصورها كل شويه عشان هي بتنزف جامد لضرباها ومبهدلاها. فانا هطلعها بره دلوقتي حالا. ودي كان الفيديو بتاعي، يا رب بس ما حدش يقع في الغلط اللي انا وقعت فيه النهارده، وربنا يستر معايا ومعاكم جميعا يا رب ان شاء الله.